تركيب الباب، لما تيجي تقفل الباب تيجي تستلم الباب بلمسه، بس بلمسه قفل. الغطيان دي كلها بتاعت الفتحات اللي هي موجوده في الباب المصفح. احيانا في ناس ما بتركبهاش، ممكن ينسى غطا يقع منه وهو الباب جاي. ما تقبلش ابدا الباب من غير الفتحات دي. ليه؟ عشان لما بنحط فوم ورا ومونه ممكن تبقى تظهر من هنا وتعمل مشاكل بعد كده في الباب. الدليفري هنا لما بقى افتح الدليفري كده وافتح كده الباب بتلاقي هنا ظهر ايه؟ تاخد شويه كده، هات الكاميرا هنا كده، بتلاقي ظهر معاك ايه؟ القفل بتاع الدليفري ده لازم يكون موجود معاك. طيب بتشطب شقه وطبعا الصناعيه معاهم المفتاح. اوعى تسيب لهم المفاتيح دي كلها او تسيب لهم المفتاح العمومي. ده العمومي بتاع ايه؟ بتاع الباب. السيراميك عشان زي ما انتم شايفين كده بيكون مطبع معاه قافل جدا على السيراميك وما فيش اي تعقيب عليه، ولسه بنديله بعد كده بقى ايه؟ معجون وبنقفل كل الكلام ده. تقرب من بعضها كل ما العزم بتاع الجبسون بورد بيكون ايه؟ متين. تمام؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مهندس ابراهيم من شركه المعمار الذهبي. شغالين في الجبسون بورد حمامات ومطابخ. وعملنا الباب المصفح. انا عندي كم ملحوظه على الباب المصفح عاوز اوريها لكم عشان تاخدوا بالكم منها لو انت بتركب باب مصفح يعني. تعالى معايا كده. اول حاجه بص تركيبه الباب، ارجع ورا شويه. تركيب الباب، لما تيجي تقفل الباب تيجي تستلم الباب بلمسه، بس بلمسه قفل. مش بقى بيحك وكده، لازم تبقى مستلم استلام صح. وهنا الباب مع تكه الفتحه. ايه بقى الملحوظه اللي انا عاوز اقول عليها؟ حاجات مهمه خد بالك منها. رقم واحد، اول حاجه الغطيان دي كلها بتاعت الفتحات اللي هي موجوده في الباب المصفح. احيانا في ناس ما بتركبهاش، ممكن ينسى غطا يقع منه وهو الباب جاي. ما تقبلش ابدا الباب من غير الفتحات دي. ليه؟ عشان لما بنحط فوم ورا ومونه ممكن تبقى تظهر من هنا وتعمل مشاكل بعد كده في الباب. زائد الغطا بتاع المفتاح اللي هو الجانبي من المفاتيح الجانبيه لازم برضو يكون راكب. هو الغطا ده لو مش راكب هيفتح لوحده عادي ويقفل برضو عادي، بس هيبقى فيه مشكله بعد كده. تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه عندي هنا في القفل بتاع الدليفري لازم برضو اتاكد ان هو راكب. ده طبعا مش هيبان معايا الا لما اركب الباب. تعالى من جوه انا اوريك القفل ده بيشتغل ازاي. تعالى من جوه. طبعا كل قفل من بره مفيش مشكله فيها. طيب لما اجي اقفل من جوه الباب قفل لوحده. انا ما قفلتوش بايدي يعني. بص كده الباب انا بس وديته كده بالراحه خالص وسايبه قفل. تمام؟ الدليفري هنا لما بقى افتح الدليفري كده وافتح كده الباب بتلاقي هنا ظهر ايه؟ تاخد شويه كده، هات الكاميرا هنا كده، بتلاقي ظهر معاك ايه؟ القفل بتاع الدليفري ده لازم يكون موجود معاك. طيب انا عاوز انبه على ايه تاني برضو. تعالى هنا كده. لازم قبل ما الباب يتحط فوم حواليه ويتقفل بالمونه لازم تتاكد ان كل جنب فيه 3 مسامير، مسمار تحت ومسمار في النص ومسمار فوق. ال3 مسامير دول كلهم متركبين طبعا داخل الحيطه. الباب لوحده من غير فوم ومن غير مونه متين، ما تعرفش تحركه اصلا من مكانه. لما الثانيه كذلك في عندي 3 مسامير طبعا 20 سم، مسامير متينه. اخر ملحوظه بقى في الباب، تعالى معايا كده خارجيا برضو اتاكد ان العدسه ان هي شغاله. تمام. اهم حاجه عندي لو انت بتشطب شقه وطبعا الصناعيه معاهم المفتاح. اوعى تسيب لهم المفاتيح دي كلها او تسيب لهم المفتاح العمومي. ده العمومي بتاع ايه؟ بتاع الباب. طب انا اعمل ايه؟ انا باجي اخد القفل اللي فوق ده القلب بتاعه واحطه هنا عشان ده مش رئيسي قوي، واخد الرئيسي ده اعينه معايا، ولما اشطب الشقه خالص ارجع القفل ده مكان ده. يبقى ده بتاع العمال، بديله العمال وده بعينه معايا كامل عشان ما حدش يبص ايه يقدر ان هو يلعب في مفتاح الشقه. برضو تعال معايا بصه سريعه كده. شغالين هنا في الجبسون بورد. طبعا المطبخ زي ما قلت لكم قبل كده، المطبخ رش الفوم خلاص. هنا المطبخ زي ما قلت لكم، المطبخ احنا بنركب الجبسون بورد بعد السيراميك عشان زي ما انتم شايفين كده بيكون مطبع معاه قافل جدا على السيراميك وما فيش اي تعقيب عليه، ولسه بنديله بعد كده بقى ايه؟ معجون وبنقفل كل الكلام ده. وهنا برضو الاوميجا باينه اهي. الاوميجا باينه على بعد كام؟ 50 سم و40 سم. ده غير ان في حاجات اصلا لو السي نفسها ظاهره على بعد بسيط، والمسافات دي كلها موضحه برضه. الاوميجا والسي على المسافات بتاعتهم لازم تكون قريبه، لان كل ما تقرب من بعضها كل ما العزم بتاع الجبسون بورد بيكون ايه؟ متين. تمام؟ ناقص بس الحمامين التانيين لسه هيتعملوا جبسون بورد، بس هنا المطبخ معمول احمر عشان يبقى مقاوم للحراره، والحمامات هتتعمل اخضر. شغالين فيها ان شاء الله.